كانت الساعة تشير إلى 9 صباحا عندما تحطمت الطائرة العسكرية من نوع سين 130 التابعة للقوات الملكية الجوية. الطائرة كانت تحلق على بعد 10 كيلومترات شمال شرق مدينة قلميم. بلاغ للقوات المسلحة الملكية عزى سبب التحطم إلى سوء أحوال الطقس. طائرة سين 130 التي كانت تؤمن رحلة بين أكادير والعيون والداخلة كانت تقل على متنها 81 شخصا، لقي 78 منهم مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة. القوات المسلحة الملكية أعلنت أنه تم نقل الجرحى وجثامين 42 من المتوفين تم العثور عليهم إلى المستشفى العسكري الخامس لمدينة قلميم. بلاغ القوات المسلحة الملكية خلص إلى أن البحث لا يزال جاريا في مكان الحادث قصد العثور على باقي الضحايا. للتذكير فإن طاقم الطائرة العسكرية التي تحطمت كان يتكون من 9 أفراد، ومن بين الركاب 12 مدنيا. صلة بالقضية